قررت اعمل برنامج. ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. بصوا، هحاول ان انا من وقت للتاني كده اخد على الموضوع اكتر واخد على الفيديوز الطويله اكتر، لان بجد بحس ان هي بتبقى عايزه الانسان يبقى فاكك كده، اللي هو فاكك وبراحته مش متوتر. بس لحد ما اتعود خليكوا طبعا معايا كده وسبورت وبتاع زي ما بتعملوا. كنت عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا. افتكرت قبل ما اعمل الفيديو ده ان انا زمان من وانا صغيره كان نفسي جدا اطلع مذيعه راديو، يعني اي حاجه ليها علاقه بالميديا عامه. وكان نفسي كده يبقى عندي برنامج، وبرنامج روش، يعني اسمه يبقى اسم روش كده، حاجه كده يعني. اوكي، ويبقى بقى المشاهدين بقى مستنيني كل مره. بس طبعا انا ما دخلتش كليه اعلام، وكمان ما بقتش مذيعه. قررت اعمل برنامج ده هيكون هنا على ماي يوتيوب تشانل، وانتوا هتكونوا متابعين او متفرجين. باي ذا واي، ما عنديش اخوات بنات، فانتوا تبقوا اخواتي البنات. اوكي، كلكم كلكم كلكم. وبجد ثانك يو بجد عشان كم الحب والدعم اللي شفته منكم هناك على الانستجرام لما بدات اقول لكم ان انا بنزل يوتيوب فيديوز وشوفوها. وحتى لما رجعت انزل ريلز على الانستجرام، ثانك يو بجد لكل السبورت، لكل الحب اللي شفته منكم. يعني شكرا بجد من قلبي. مش عايزه ارغي كتير في الاول عشان انا بجد لما بفتح في الرغي مش بقفل، ومش بحب الانترو تكون طويله عشان اقول لكم على طول التوبيك اللي عايزين نتكلم فيه مع بعض. والتوبكس بتاعت النهارده هحاول انها تكون سبايسي كده. بس كفايه رغي، يلا نبدا الفيديو بتاعنا دلوقتي. موضوعنا النهارده باختصار شديد: ما تستنيش حد يشجعك ولا يسقفلك لما تقرري تنجحي. اوكي، خصوصا سبيشالي بقى، هو ده الهوك زي ما بيقولوا: اهلك، قرايبك، صحابك، معارفك من الدرجة الأولى. دول آخر ناس ممكن تكوني بتفكري يجيلك سبورت منهم. بسم الله الرحمن الرحيم كده، انتي قررتي تبدأي بزنس، ايا كان البزنس ايه. فتحتي مشروع، فتحتي اونلاين براند، بدأتي سوشيال ميديا، عملتي اي حاجة انتي عايزة تعمليها وبدأتي فيها اوريدي. طبعا انتي او احنا كلنا بنبقى متخيلين ان اول سبورت سيستم لينا هيكون مين؟ السيركل الاولى دي اللي هي معارف، القرايب، الاهل، خصوصا الاهل في البيت، الاصدقاء. كل دول انتي بتتخيلي ان هم اول ناس هيدعموكي، اول ناس هيقفوا في ظهرك، اول ناس هيسبورت. بتبقي عندك تخيلات كتير، وباي ذا واي انتي مش لوحدك، لا هو ده الطبيعي يجي في بال اي حد ان دول اول ناس هيساعدوكي. بس مش ده دايما اللي بيحصل. هتلاقي اكتر ناس بيدعموكي، بيثقوا فيكي، بيسبورتيو جدا بكل الطرق الممكنه والغير ممكنه، هم الناس اللي لا يعرفوكي ولا تعرفيهم. يعني بداية معرفتهم بيكي بس اون سوشيال ميديا، لو انت مثلا بدأتي على السوشيال ميديا، او مثلا العملاء بتوعك لو انت بدأتي تفتحي مكان واتعرفتي مثلا وبدأ يجيلك ناس، هتلاقي ان دول السبورت سيستم بتاعك. اكتر فئة ممكن تعمل نفسها مش شايفاكي هم اكتر ناس انت كنت متوقعه ان هم يكونوا بيسبورت يو جدا في البيزنس اللي انت فتحتيه، او في الكارير اللي انت اخدتيه. بتحضري ماسترز، مسافره، هتشتغلي بره، بتذاكري مثلا وبتطوري من نفسك، عملتي اونلاين براند، بداتي اون سوشيال ميديا، عملتي اي حاجه في الدنيا. يعني الا من رحم ربي هتلاقي ناس قليله جدا من دول بيسبورت جدا الحاجه اللي انت بتعمليها. بس التلات ارباع، يعني مثلا لو هنقسمهم كده هنخلي ربع هيدعمك وهيصدق فيكي وهيشوفك فعلا you can do it، الحاجة اللي انت هتعمليها دي وهتوصلي، وهيساعدوكي وهيابريشيت المجهود اللي انت بتعمليه. والتلات ارباع هبقى احط لكم هنا صوت صرصور الحقل. حرفيا في جزء كبير من الناس اللي احنا بنكون مستنيين منهم الدعم، مستنيينهم يشوفونا، مستنيين نشوف منهم مثلا نظرة الفخر دي ان احنا بنعمل مثلا حاجة وات ايفر، حتى لو هي مش حاجة قوية بس احنا مصدقين ان هي حاجة حلوة او هي حاجة هتفيد، او عايزين نثبت نفسنا. هتلاقيهم عاملين ان هم مش شايفينك، يعني ده حقيقي. هيعملوا نفسهم مش شايفينك، هيتجاهلوا كل الافورت وكل المجهود اللي كل الناس باي ذا واي ممكن تبقى شايفاه وهم شايفينه، بس هم مش هيقولوا لك ان هم شايفينه. يعني هم يحاولوا بكل الطرق يعملوا لك كده ان انت بلور، او ان انت هادن اصلا، ان انت شغاله وبتنجحي وبتعملي نجاحات، والناس اللي بره بيتمنوا يبقوا زيك.
على فكرة. يعني الناس اللي شايفينك من ورا الشاشة او عارفين قصة كفاحك في البراند مثلا اللي انت عايز تفتحيه او وات ايفر الحاجة اللي انت بتعمليها، هيبقوا نفسهم جدا يشوفوا نفسهم زيك. هيكونوا شايفين ان انت مثال خطير في ان مثلا حد بدأ من الصفر او حد اشتغل على نفسه او حد عمل نجاحات في سن صغير او في سن كبير حتى، الا الناس اللي انت هتكوني عايزاهم يشوفوكي ويشوفوا نجاحك. ودي النقطة التانية، ان انت ما تستنيش دعم ولا تشجيع من اي حد غير من نفسك. يعني انت سبورت سيستم بتاعك رقم واحد. حتى لو عندك صحابك بيدعموكي، اهلك بيدعموكي، باباكي ومامتك بيدعموكي، صحابك الانتيم بيدعموكي، قرايبك الدرجة الاولى بيدعموكي، كل ده حلو وحلو لو موجود. بس خليكي دايما متأكدة ان السبورت سيستم بتاعك هو انتي. يعني ممكن مثلا صحابك ما يبقوش موجودين في وقت، ممكن باباكي ومامتك ما يبقوش موجودين في وقت، ممكن اخواتك ما يبقوش موجودين في وقت. الحاجة اللي هتحمي شغلك وهتفضل تخليكي دايما تشتغلي ودايما تنجحي هي ان انتي مؤمنة بنفسك ان انتي هتوصلي، وان انتي بتعملي حاجة انتي اتليست راضية عنها وفرحانة بيها وفخورة بيها. واكتر حاجة ممكن تخلي عندك سيلف كونفيدنس ان انت تعملي نجاحات صغيرة قوي بس مستمرة. يعني فور ا لونج تيرم انت بتعملي حاجات صغيرة قوي 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 بس مكملة فيها. مش مهم تعملي نجاح كبير، مش مهم تكسري الدنيا من اول ما تبدأي في المجال او الكارير او الميجر اللي انت فيه، بس مهم انك ما تيأسيش. يعني وقت ما الدنيا تضلم كده من حواليكي والناس ما تبقاش موجودة ومحدش بيسقف، انت تبقي واقفة ورا نفسك وعارفة انك هتنجحي. وبالمناسبة انت هتنجحي يعني كده كده. هو كده كده، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. كده كده طول ما انت بتسعي، وطول ما انت بتشتغلي على نفسك، وطول ما انت مؤمنة من جواكي ان اللي انت بتعمليه ده حاجة انت عايزة تعمليها وحاجة هتوصلك لأهدافك وأحلامك، تأكدي مليون في المية لو مش دلوقتي، لو مش بعد شهر ومش بعد سنة قدام، انت هتنجحي. قدام انت هتثبتي نفسك وهتحققي احلامك اللي من البدايه اصلا انت بداتي عشانها. فكل اللي انت بتحاولي تعمليه ان انت تظهري نفسك وتشوفي التقدير في عين الناس اللي قدامك، ده بيضيع لك وقتك وبيضيع لك طاقتك وبتخلي عندك هاي اكسبكتيشنز مش مطلوبه. كان في دراسات اتعملت ان اي علاقه في الدنيا بتنجح بيبقى بنسبه كبيره ان ما فيهاش هاي اكسبكتيشنز. يعني طول ما مفيش expectations من اللي قدامك هتلاقي نفسك بتتطوري وبتنجحي اكتر. والعكس، لو عندك high expectations من اللي قدامك غالبا التوقعات دي بيخيب املك فيها، بلس الريليشنز دي غالبا مش هتكمل. ليه؟ لان هي مبنية اساسا على توقعات كبيرة. فخليكي كده، يعني خليكي في النص، ما عندكيش high expectations من الناس وفي نفس الوقت اطراءاتهم او تشجيعهم او دعمهم مش هيأثر عليكي بالسلب. طبعا 100% اي حد مننا بيكون محتاج للدعم والسند، وانه يتشاف بعيد ان هو برافو عليكي، انتي شاطره انك عملتي كذا، انا فخوره بيكي. انا من احسن الكلمات اللي بسمعها بجد في حياتي كلمه لما حد مثلا من صحابي او قرايبي يجي يقول لي انا فخوره ان انتي عملتي كذا، برافو عليكي يا امنيه في كذا. الكلام ده اكيد 100% بيدينا دفعه ان احنا نكمل ونعافر ونطور من نفسنا اكتر عشان نوصل. بس حتى لو السبورت ده مش موجود من الناس من بره، انت اديه لنفسك. قولي لنفسك برافو، انا اتطورت في واحد اتنين تلاتة. وباي ذا واي اكتبي الجولز حتى لو سمول جولز، اكتبيها في ورقة قدامك. انا مثلا بقيت شاطرة في كذا، بقيت بعرف اعمل الحاجة الفلانية. انت مش لازم يكون عندك مليون سبسكرايبر على اليوتيوب ومليون فولورز على الانستجرام عشان وقتها تكوني ناجحة، لا خالص. مش كل حاجة بالأرقام. أحيانا النجاح كله بيكون في إن أنت تكوني satisfying عن اللي أنت بتعمليه، راضية عن شكلك وعن أدائك وعن تطورك في الحاجة اللي أنت عايزاها. الناس اللي أنت بتقدمي لهم السيرفيس أو المعلومة أو whatever الحاجة اللي أنت بتعمليها شايفينك بجد بتتطوري معاهم، which is دي حاجة مهمة which is good على فكرة. يعني مثلا في الأول أنا كنت ببقى خايفة جدا أقول كلمتين على بعض قدام الكاميرا. أنا فاكرة كويس قوي الموضوع ده. أقول كلمتين واتوتر وابقى حرانة ومش عارفة أعمل إيه. أحيانا بيبقى عندي كلام كتير وقدام المراية بقوله إيه يعني تحفة، على طول بقول الكلام، بكر الكلام كله قدام المراية. باجي قدام الكاميرا بعطل.
طب اعمل ايه في الموضوع ده، هاو تو فيكس المشكله اللي عندي. بقوم مثلا جايبه ورقه وقلم كاتبه سكريبت. فاكره ان في فيديو من الفيديوهات اللي نزلته لكم على فكره كان كله سكريبتد، يعني اغلبه كان 80% و85% منه كله مكتوب. ما ضفت حاجات بسيطة، بس أنا بتكلم على كل الأصعدة، يعني أيا كان نوع شغلك وأيا كان الميجر اللي أنت متخصصة فيه. مرة في التانية وباي براكتس، يعني أنت من كتر ما بتعملي براكتس للحاجة اللي أنت بتشتغلي عليها بتلاقي نفسك زي بالظبط اللي بيسوق. الأول لما بيسوق بيبقى ماسك الدركسيون كده، تبقي ماسكة الطارة كده مركزة جدا، خايفة تبصي يمين خايفة تبصي شمال، كل الفوكس بتاعك على انك تبقي قدام ومحدش ولا يخبط فيكي من هنا ولا يخبط فيكي من هنا. مرة في التانية تسوقي بالليل، مرة تسوقي الصبح، مرة في شارع زحمة، مرة في شارع فاضي، مرة تبتدي ترجعي كده ورا وتفردي ظهرك وتسيبي ايدك. فلما تسيبي ايدك ادائك بيختلف، مهاراتك نفسها بتبتدي تظهر. لا ده انا مره بسوق بايدي الشمال بس، مره بسوق باليمين بس، مره بسوق اصلا وانا حامله ايدي كده على على الشباك، مره بسوق مثلا بتكلم في التليفون. انت بتدي نفسك مساحة ان انت تتطوري باي براكتس، انت بتشتغلي على نفسك. التكرار، اشتغلي كتير، اعملي نجاحات صغيرة بس مستمرة. for a long term هتلاقي قدام ان انت بتعملي نجاح كبير هيبان وهيظهر. وباي ذا واي، الناس بقى اللي ما كانوش بيشجعوكي قدام في الاول خالص، اللي ما كانوش بقى بيشجعوكي واللي كانوا عاملين نفسهم مش شايفينك واللي كانوا بيحاولوا يتجاهلوا نجاحك وما يدعموكيش بأي شكل من الأشكال، نجاحك من كتر ما هيظهر هيبتدي يضايقهم. فحاجة من الاتنين، ده كده كده هيحصل. اما هيتمادوا في كرههم ليكي، او مش لازم يبقى كره، حقدهم على نجاحك وحقدهم على انك ظاهرة فهيبتدوا ياخدوا منك جانب اكتر. يا اما العكس تماما هيحصل، وهتبتدي تبقي صاحبتهم قوي وحبيبتهم جدا، وهيبتدوا يقولوا لك هم قد ايه فخورين وممتنين للقدر ان انتي صاحبتهم وان انتي قريبتهم وان انتي حبيبتهم. طب ما انا كنت فين من الاول يا جماعه؟ انا كنت فين زمان لما ما كانش عندي مثلا وان فولور، ما كانش عندي مثلا حد اصلا بيصدق ان انا هعرف اعمل الحاجه دي؟ انتوا كنتوا فين؟ هما كانوا موجودين، بس هو الهالة اللي بتكون موجودة حوالين النجاح دي بتخلي الناس اللي نفسها ضعيفة تبعد، وجزء منهم بيحاول يقرب ويقرب زياده عن اللزوم. وباي ذا انت هتبقي حاسه بالاتنين وشايفه الاتنين، يعني هتبقي عارفه ان اللي مقرب ده مقرب عشان هو عايز يبان في الصوره جنبي انه انا صاحبتها على فكره، انا قريبتها على فكره، او انه بجد مقرب ومخلص وهو من البدايه موجود. او الناس التانية خالص بقى اللي هي نجاحك بدأ يضايقهم، بدأ يحسسهم بالنقص، بدأ يداري ويغلوش على وجودهم. فلما تبقوا مثلا موجودين مع ناس صحابكم قرايبكم العيله وات ايفر التجمع اللي انتوا فيه، مش عايزين يبقوا موجودين معاكي ليه؟ هم بدأوا يخلقوا عداء جواهم بدون ما تعملوا لهم اي حاجه. فالفكره بقى هنا ان انتي تبقي واخده بالك كويس قوي مين كان موجود معاكي من الاول ومين لا، ما كانش موجود وما كانش بيدعمك وعامل نفسه مش شايفك. فحقك بقى وقت ما توصلي، وقت ما تنجحي، وقت ما تبقي موجودة وظاهرة ومسموعة، تقرري تبقي مع مين، تقرري مين يبقى في دايرتك. وكده كده مش هينفع نساوي بين اللي كان موجود من الأول واستحملنا ودعمنا وشاف فشلنا ونجحنا وحاول بكل الطرق الممكنة يكون موجود معانا ويسبورت، ومين كان عامل نفسه مش موجود. النوع ده من الناس بحس انه اكبر دعم بيقدمهولك بدون ما ياخد باله على فكرة هو انه ما يبقاش مصدق فيكي. لا ده لو هم ناس مهمين في حياتك، يعني انه ما يبقاش شايفك، فتحسي ان انت عندك اصرار. طب انا هبقى حاجة، طب انا هنجح، طب انتوا هتشوفوا اللي انتوا مش عاجبكم ادائها دي او بتتريقوا عليها بتعملوا دي هتبقى ايه قدام. الدعم في الاول وفي الاخر والسند في الاول وفي الاخر واللي بيديكي طاقة تشتغلي بيها ربنا اولا، وطاقتك انت من جواكي في انك مصدقة اني هنجح بعد يوم بعد شهر بعد سنة. انا هنجح، انا بعمل اللي عليا وبسعى ومؤمنة في الحاجة اللي انا بالفعل بشتغل فيها، وكده كده انا هنجح. صدقي انك هتنجحي لانك هتنجحي. اللي عايزه اقوله لك في الاخر ان كلنا، انا وانتي وصاحبتك وقريبتك واختك وكلنا، بيجي لنا الاحساس ان احنا محتاجين الدعم من الناس دي. فكره بقى ان الدعم ده موجود انا هشتغل ولو مش موجود مش هشتغل، لا ده مش صح، انسيها.
يعني ورقة وقلم كده يا ست الكل، أنتِ أول حاجة محتاجة إن أنتِ تلغيها من قاموسِك وتشطبي عليها تمامًا، فكرة إن الدعم هييجي من الناس، الدعم هييجي من عندِك أنتِ الأول، أنتِ مصدقة، أنتِ مصدقة إن أنتِ تقدري تنجحي، plus أنتِ بتستعيني بربنا إن يا رب أنا باسعى أهو، أنا يعني يا رب نجحني، يا رب سددني، يا رب وفقني، بس أنا أصلًا باعمل اللي عليَّ، أنا أصلًا مش باتكاسل، باحاول بكل الطرق الممكنة إني أبقى منضبطة، لإني لمّا هابقى منضبطة هانجح، اغلطي مرّة و2 و3 و10 مسيرِك هتنجحي، افشلي مرّة و2 و3 و10 مسيرِك هتوصلي، بس اتحرّكي أحسن من إنِّك تفضلي خايفة أصل الناس هتقول عليَّ إيه، أصل أنا باتكسف، أصل أنا مش عارفة مثلًا الموضوع ده هيبقى ناجح والّا لأ، أصل المحيط بتاعي مثلًا الحاجة دي مش في ثقافتهم، خليكِ أنتِ الشاذ من القاعدة، ما تبقيش أنتِ القاعدة، خليكِ أنتِ الشاذ منها. يعني مثلًا عيلتِك كلّها ما فيهاش مثلًا ستات بتشتغل، خليكِ أنتِ أول واحدة تشتغلي. عيلتِك مثلًا كلّهم عندهم أهم target البنت ممكن تحققه هي إنها تتجوز وتخلّف، اشتغلي على نفسِك، سافري، اتطوّري، اعملي فلوس. إحنا نسينا نعمل فلوس، نسينا إن أنتِ في الزمن اللي إحنا فيه ده دلوقتي رقم 1 بعد ربنا أنتِ اللي هتشيلي نفسِك، باباكِ ومامتِك مش عايشين لِك العمر كلّه. أخوكِ وأختِك اللي بيصرفوا عليكِ وبيساعدوكِ مش موجودين العمر كلّه، مصيرهم يبقى ليهم حياتهم، وأنتِ يبقى ليكِ حياتِك. فكل اللي أنا باقوله لِك ده مش هيحصل ومش هيتحقق لو أنتِ مستنية الدعم من الناس، لو أنتِ مستنية برافو، ما تستنيهاش، هي كده هتحصل على فكرة، يعني هو كده في يوم من الأيام الناس هتسقّف لِك، واللي ما كانش شايفِك هيشوفِك، واللي ما كانش يسمع عنِّك هيسمع عنِّك، بس أنتِ عشان توصلي للمرحلة دي لازم أنتِ اللي تبدئي، وأنتِ اللي تشتغلي على نفسِك، وأنتِ اللي تسقّفي لنفسِك، وتشوفي الgoals بتاعِك، وتشوفي الأخطاء اللي أنتِ عملتيها، طب أوكي أنا النهارده غلطت مش مشكلة، هاكتب الغلط اللي أنا عملته 1، 2، 3 دي أخطائي، هاشتغل عليها. هاطوّرها، هاصلّحها، واوعي تصدّقي إن ما فيش حاجة ممكن تتغيّر، وإن سلبياتِك وعيوبِك مش ممكن تتغيّر، اوعي تصدّقي ده، أنتِ عايزة تغيّري نَفْسِك هتتغيّري، أنتِ عايزة تنجحي هتنجحي، أنتِ عايزة توصلي هتوصلي، بس إمتى؟ إمتى؟ لمّا تشتغلي، لمّا تتحرّكي، لمّا تجرّبي مرّة و2 و3 وتفشلي مرّة و2 و3 وتتعلّمي وتُقعي وتتكسري وتقومي تاني. يعني بعد ما تُقعي وتتكسري مش هتقعدي بقى تعيّطي، مش هنقعد بقى نعيّط أصل كان معايا، أصل كان عندي، خلاص قومي، اتحرّكي. خسرتِ شُغلانة، تمام، اللي بعدها. وproject كنتِ شغّالة عليه وباظ، مش مشكلة، هي اللي بعده. أصلًا أنتِ مش هتعرفي نَفْسِك وتقدري تعملي إيه غير لمّا تجرّبي، غير لمّا تُقعي مرّة والتانية والتالتة تقومي وأنتِ already عندِك background، زمان مثلًا عملتِ استثمار والاستثمار ده باظ، فلمّا جيتِ تستثمري تاني وتفتحي project تاني، أنتِ جاية من عقلية واحدة هنا كانت مجرّبة، مش واحدة بتقرأ، مش واحدة بتسمع. فرق كبير وجاب رهيبة ما بين اللي بيشتغل وبيتعلم من أخطائه وما بين اللي قاعد بيسمع قصص النجاح، مش نفس الناس، ده مش هيتساوى بده. فلو احنا هنلخص بقى كل الكلام اللي قلناه طول الحلقة، رقم 1 ما تستنيش الدعم من المقربين ولا من أهلك ولا من صحابك ولا من قرايبك ولا من كل الناس اللي حواليكي، الدعم في الأول وفي الآخر من ربنا ثم انتي. رقم 2 اوعي نظرة الناس ليكي تخليكي تصدقي نظرتهم عن نفسك، نظرتهم ليكي هي نظرتهم هم عن نفسهم مش عنك، انما هم لما يجوا يقولولك انت هتفشلي هم اللي فاشلين، هم اللي معرفوش ينجحوا، فنجاحك او محاولتك للنجاح مخوفاهم. ما تصدقيش اللي هتسمعيه منهم عنك، صدقي صوتك انتي عن نفسك، انتي ادرى واحدة بيكي، انتي ادرى واحدة بانتي ممكن تعملي ايه، مش الناس، مش قرايبك، مش صحابك، مش باباكي ومامتك، انتي اللي شفتي نفسك لما وقعتي ولما اتكسرتي ولما اتخذلتي، في كل الاحوال انتي اللي كنتي موجودة مع نفسك، مهما كانوا شايفين ده انتي اكتر واحدة عارفة نفسك. تالت حاجة، عشان تنجحي اتحركي، اتلحلحي يا حبيبتي، يعني قومي من مكانك كده وشوفي بتعرفي تعملي ايه واعمليه،
بتعرفي تتكلمي وتقدمي محتوى، اعملي محتوى، ابدأي محتوى على السوشيال ميديا. بتعرفي تعملي حرفة او مهنة بالايد، ابدأي واعملي مشروع. بتعرفي عندك مهنة البيع والشراء، ابدأي وافتحي مشروع وبيعي واشتري. كل واحد ربنا خلقه عنده ملكة وعنده موهبة، ذكائك انت بقى تستغليها وتشتغلي عليها وتطوريها، ولو عرفتي تخليها مصدر دخلك اعملي كده. رابع حاجة، اوعي تستني تقييم لأدائك من الناس. انتي اللي بيقيم الأداء، أرقامك اللي بتقيم الأداء. كنت بتشوفي نفسك زمان ودلوقتي فبتقيمي أدائك مش بناء على كلام الناس. كل ده ارميه ورا ظهرك ولا يشغلك. انتي عارفة نفسك وشفتي نفسك زمان ودلوقتي. قارني نفسك بنفسك، ما تقارنيش نفسك بحد. بداية فشلك بداية ما هتبدأي تقارني نفسك باللي قدامك. هي معاها كام وانا معايا كام، هي عندها ايه وانا عندي ايه. كل واحد عنده ظروفه، وكل واحد اشتغل بياخد على قد شغله. هي نتيجة واحدة لشغل ثابت. ملتزمه مثلا في اكلك وبتاكلي هيلثي وبتروحي الجيم بتاعك وما بتاكليش اكل وما بترمرميش من الشارع، والحاجات دي كلها بتعمليها، مستحيل ما تخسيش. يبقى في ساعتها بقى سبب طبي، ساعتها هنروح نعالجه. لكن في الطبيعي مستحيل تعملي كل ده وما تخسيش. قيسي نفس الموضوع على اي حاجه في الدنيا. مستحيل تشتغلي وتسعي وتروحي وتيجي وتشتغلي على نفسك وتدوري وتدي من وقتك ومجهودك وطاقتك للحاجه اللي بتعمليها وما تنجحيش في الاخر. هتنجحي، هتنجحي. الحاجة بقى الخامسة اللي هقولك عليها، ما تخليش الوقت يبقى هو العامل الموتر ليكي. يعني ها انا عملت فيديو واتنين وتلاتة ما بزيدش فولورز، مش مشكلة كملي. انا نزلت تمرينة واتنين وتلاتة وما بخسش، مش مشكلة كملي. انا جبت بضاعة جديدة وما اتباعتش، مش مشكلة كملوا. الوقت دايما مرعب بالنسبة لنا. كل اللي عليكي في رحلة النجاح بتاعتك عشان توصلي للجول بتاعك انك ما تشوفيش الوقت، ما تبصيش على الوقت. انت بتشوفي الاداء. وباي ذا واي، الاداء المستمر الصح حتى لو كان قليل في الاخر هيجيب نجاحات. لو ما جاتش دلوقتي هتيجي بعدين، وهتجيلك في الوقت اللي انت جاهزه تستقبلي فيه النجاح ده. مش هيجيلك في وقت ما انا عايزه انجح دلوقتي، هيجي بعد عدد محاولات كتير. في المحاولات دي شخصيتك بتتكون، خبرتك بتظهر عندك، وعي بيزيد، بتبتدي تبقي مجهزة اكتر للنجاح اللي انت رايحه له. ففي الاخر كل اللي انا عايزة اقوله لك، انت رقم واحد في حياتك. انا فاكرة كويس قوي، انا بجد اقسم بالله جت عليا فترة كان في حاجات في حياتي بتحصل محدش يتخيل انا هطلع منها ازاي. مثلا كنت بقف قدام المراية، هتعدي، هطلع منها وهطلع منها اقوى من الاول. وعدت واتعلمت وطلعت اقوى. وفي حاجات مثلا فيها نجحت، في حاجات في شغلي وقتها ما كنتش مصدقه اني هعرف اعملها. تاسكات مش شبهي وبره الكومفورت زون بتاعتي، لما عملتها صدقت ان اقدر انجح، وصدقت ان مفيش حاجه انا ما اعرفش اعملها، اي حاجه انا اعرف اعملها. بس لما انا احطها هنا، اصدق من جوايا ومن دماغي، احط في دماغي اني هعرف انجح، وان الحاجه دي انا هعرف اعملها، هتعمليها. وفي الاخر كل اللي اقدر اقوله لك، استعيني بربنا في اي خطوه انت داخله عليها، من قلبك صدقي ان انت تقدري تنجحي وان انت عايزه تنجحي. وانا كنت دايما بعمل حاجه كده هقولك عليها تعمليها. كنت بقعد اقول مثلا يا رب انا عايزه انجح وعايزه كذا وعايزه كذا، واجيب ورقه وقلم واقعد اكتب انا عايزه انجح ليه. طب انا لما هبقى ناجحه هعمل ايه؟ طب لما هوصل للحاجه اللي انا عايزه اوصل لها هفيد اللي حواليا بايه؟ فاهمين قصدي؟ ابتدي غذي دماغك، وكل اللي انت هتديه وهتحطيه في دماغك صدقيني في يوم من الايام انت اول واحده هتجني ثمار اللي دخلتيه هنا. فاللي يدخل هنا حاجة نظيفة، اللي يدخل هنا حاجات كويسة وأفكار إيجابية. اوعي تتكلمي عن نفسك جوه نفسك بأفكار سلبية. فالمرة دي كنت عايزة أقولك شوية tips and tricks أنا عملتها واحب ان انتي تعمليها عشان تنجحي. فهحط لكم هناك الاسك بوكس هناك عشان نشوف المره الجايه عايزين نتكلم عن ايه. واي حاجه انتوا حاسين ان نتكلم عنها اكتبوا لي تحت في الكومنتس وبعتوا لي مسج، قولوا لي احنا عايزين نتكلم في كذا ونطلع ونتكلم فيه مع بعض. فاحنا كده حلقتنا للنهارده خلصت.
وبصراحة أنا كنت super excited إني أتكلم معاكم في الtopic بتاع النهارده ده، وإني بجد أديكوا دفعة كده تزقكم لقدام وتخليكي واثقة في نفسك، حتى وإن كنتي انتي مش عارفة ايه اللي تقدري تعمليه. هستنى منكم ان انتوا تبعتولي حابين نتكلم عن ايه المرة الجاية، والتوبكس اللي انتوا عايزين او مهتمين بيها ان احنا نتكلم عنها. واشوفكم في حلقة جديدة الاسبوع الجاي. باي باي.